اولا كيف جاء في البلاغ. فالرحله نتاع الفريق الوطني كانت مقرره اليوم 10 يناير، وهذا هو الطلب اللي كنا تقدمنا به للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، واللي وضحنا فيه كل المراسلات اللي تمت بيننا وبين الكاف. وضحنا بانه يعني بعد 10 من يناير اليوم 11 اننا مازال ما توصلنا باي رد، وبالتالي فهذه طبيعة الأمور أن الفريق الوطني المغربي تعذر عليه لحد الآن أنه يتنقل إلى قسنطينة باش يلعب بالمباريات نتاعو نتاع الشان كما كان مقررا وكيف ما كان يعني تم التخطيط له منذ أشهر. الفريق الوطني المغربي لابد أن أشير أنه منذ التأهل لهذا الشان واللي كانت مقررة بالجزائر، الفريق الوطني استمر في الاستعدادات نتاعو. ونقول لكم بانه في هذا الوقت هذا الفريق الوطني مازال تستعد بمركب محمد السادس لكرة القدم، ونظمنا مجموعة من المباريات الدولية الحبية، آخرها كان ضد إثيوبيا في مباراتين، وقبلها كانت السنغال. هذه كلها مباريات واستعدادات تجريها الفريق الوطني، أولا للمشاركة وثانيا للدفاع عن لقب الشان اللي فاز به الفريق الوطني لدورتين متتاليتين، سواء الدورة نتاع 2018 اللي تمت في المغرب أو 2020 اللي كانت بالكاميرون. وبالتالي فالفريق الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إرادتها وتصورها كان واضح. نحن مشاركين، والدليل على أننا لعبنا وكيف قلت هيئنا وما زلنا نهيئ. الشيء الوحيد اللي اليوم معرقل هذه المشاركة هي الإجابة نتاع الأجهزة المنظمة باش الفريق الوطني المغربي لكرة القدم يقدر يسافر ويتنقل لقسنطينة باش يلعب المباريات نتاعو. لك بأن الفريق الوطني المغربي لكرة القدم هو يواصل استعداداته في مركب محمد السادس، وهو مستعد للسفر في أي وقت. كل ما ننتظر مرتبط بالجهاز اللي كينضم التظاهرة وخصو يعطينا الترخيص للفريق الوطني أن الطائرة نتاع الخطوط الملكية المغربية اللي هي الناقل الرسمي لكل المنتخبات الوطنية، وهذا ماشي جديد، يعني منذ سنوات، منذ توقيع هذا العقد سنة 2017، وكل الفرق الوطنية سواء ذكور أو إناث تتنقل عبر الخطوط الملكية المغربية. وبالتالي الشيء الوحيد الذي ينقص هذه المشاركة هو هذا الرخصة والترخيص باش الفريق الوطني. وكيف كتعرفوا يعني نحن على بعد مسافة قصيرة وكتطلب وقت قصير من الطيران، في أي وقت نتوصل به بالرد الإيجابي الفريق الوطني مستعد ومهيئ للسفر إلى قسنطينة للمشاركة في الشان وإجراء المباريات. بالعكس وأكثر من هذا، فإحنا نعتبر بأنه إذا ما تمش هذا الترخيص وما تعطاتش هذه الفرصة سيكون يعني حرمان للشباب يستعدوا لفترة طويلة في أحسن الظروف وبكل جدية، كما قلت أولا لتشريف الفريق الوطني المغرب، وأيضا للحفاظ على اللقب نتاعهم. وغادي يكون هذا كيف ما قلت حرمان، وهو ما يتناقض مع كل الأعراف المؤسسة